السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير وانتم كتشوفوا هذا الفيديو. نهار جديد، فيديو جديد ان شاء الله. اليوم ان شاء الله غنشارك معكم الفيديو ديالي من الصباح حتى العشيه. كما كتعرفوا نهار الحد هو فاش كنتجمعوا حنا كلنا فوق الطبيله، اللي كيكون يعني خدام ما كيخدامش، وكذلك الوليدات ما كتكونش عندهم المدرسه. داكشي علاش بغيت نشارك معكم النهار ديالي شنو كندير فيه من الصباح حتى العشيه، وانتم معايا ما تمشيو فين. ما تنساوناش من البصيمات ديالكم وكذلك من البارطاج مع الحباب والصحاب فضلا وليس امرا، والكومونتيرات زويونه. وكما شفتوني بديت بالعصير هو الاول، طحنت العصير للوليدات شويه الحليب والفريز والبنان، وكذلك درت قهوه بالعشوب. ومن بعد دزت ندير واحد البرير ديال اتاي بزعتره. كما كتعرفوا مع هاد البروده وهاد الجو هذا ما كتصلح غير زعتره، هي اللي كتجي في الاتاي زوينه. وهادشي ما كان الطبيله ديالي الفطور هي هذه كما كتشوفوا. درت هنايا شويه ديال الكرواسون، كاين الزيت، كاين اتاي كما كتشوفوا. لابد غادي يكون في المائده المغربيه ديالنا، وإلا ما كانش يعني بحال ما كاين والو. راكم عارفين اتاي يعني ضروري. البيض كذلك، كل واحد كياكلو بالطريقه ديالو هانتوما كتشوفوا. وهادشي ما كان كما كنقول لكم ديما كل واحد الخير ديالو في الدار ديالو. غير كنبغيو نشاركوا معكم اليوميات ديالنا، كنتمناو التشجيعات ديالكم والبارطاج والكومونتيرات واي حاجه من عندكم كتجينا مزيونه وكتعطينا واحد الدفعه باش نزيدوا لقدام ان شاء الله ونشاركوا معكم اي حاجه. هذه هي الطبيله ديالي ديال الفطور. كما شفتوا درت هكا البيض، كاين زبده، كاين كونفيتير، قهوه، كذلك هكا شويه ديال الكاشير، فروماج، موتزاريلا. المهم كما كنقول لكم كل واحد الخير ديالو في دارو. ودابا غنعطي الوليدات الفطور وغادي نوض نمشي للكوزينه. راكم عارفين كما كنقولوا الكوزينه ملي كديري فيها غير برير ديالاتها كترجعي كتجبريها مقلوبه الفوق على لتحت كما كنقولوا، غير جمع وما تقنع. هذاك الشيء علاش هاني نط للكوزينه غادي نجمع الكوزينه ديالي. من بعد ما ديجا راني جمعت لي شامبغ، يعني بقات ديت الصالون هذا. الكوزينه كنخليها هي التاليه باش كنبقى فيها، يعني ما كنتحركش منها من الجميع ديالها. كنعاود نفكروا عاود في الغداء وفي الكوتي والعشاء. وراكم عارفين الامهات ديالنا عندهم نفس السيستم، يعني كلنا بحال ماشي شي واحد مبدل على الاخر. الامهات راهم عارفين كل شيء، يعني الكوزينه النهار كله. ودابا جمعت هكا داكشي اللي بقى درتو هكا في جبيب ناس ديالو، غطيتو مسحت هكا البوطاجي. وهادشي ما كان. وراكم عارفين نهار الحد كيفاش كيدوز، خمل هنا جمع الصابون الوليدات لي دوفوار دوش، لا كان شي خروج المارشي، يعني بزاف د الحويجات كيتجمعوا من نهار الحد. كنكونوا مجموعين كلنا، وكذلك الشغل كيكون متجمع كله. وهادشي ما كان صايم. بعد ما جمعت كلشي داكشي اللي شفتو، خملت البوطاجي، درت الحويجات في الماكينه اللي ما كيكشفوش. وهاد الكويسين هكا كيمشي لهم الكولا كنغسلهم هكا بيديداتي. وهادشي ما كان. غادي نكمل المعاناه بالغساله وكذلك نخمل الكوزينه ونجمعها وندوز نكمل معكم لا فيديو ديالنا. ما تمشيو فيه. ودابا جيت نشارك معكم ان شاء الله الطريقه ديالي في الاحتفاظ بالنعناع لمده طويله، وكتبقى فيه الصراحه البنات الريحه هي عاد سبحان الله كيزيد عادي. كما كنقولوا كيكون النعناع حرش نيشان. صراحه كندير له هذه الطريقه، كنقيه كله كنغسلو مزيان مزيان، وكنديرو فواحد الشبيكه هكا يستقطر. ومن بعد كنمشي كناخدو وكنديرو هكا على هاد الطريقه شويه بشويه هكا، غير على قد ما ديري في البراد ديالك. الا كان عندك البراد كبير ديري هكا المويكات كبارين، كان عندك البراد صغور ديري يعني النعناع اللي غيقدك، يعني باش مره اخرى عارفه منين غيدخل الكونجيلاتور ويتخبى، منين غادي يخرج له ما غاديش يتغسل. حيت الا بقيتي احتفظتي به ما كما كنقولوا ماشي نقي ودرتيه، منين تجبديه وتغسليه غادي يتفتت لك. هذه هي الطريقه اللي كنحتفظ بها على النعناع. الصراحه كيبقى لي وقت طويل 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 طويل. وكذلك القزبر والمعدنوس راكم عارفين كيتقطع يتغسل يتقطع ويتحشى في الكونجيلاتور. وصافي هادشي ما كان. كنتمنى انكم تستافدوا معايا. ودابا غادي ندوزو نوجدوا واحد الشهيوه غزاله الصراحه، اللي كيفاش نقول لكم يعني كنحاولوا ندوزوا للوليدات الحاجه اللي ما كتعجبهمش ياكلوها بطريقه زوينه. كما شفتوا قطعت بطاطا هكا رقيقه، ودرت في الاول في اللاطه ديالي شويه ديال الفخوماج، درت بطاطا شويه ديال الملحه ودرت شويه الزيت من الفوق ودخلتهم للفران يطيبوا على نار مهيله. ودابا رجعت درت هنايا في المقيله 3 ديال البصيلات مشلدين، شويه ديال المليحه وشويه د الزيت، وخليتهم كذلك يتشحروا على نار مهيله. ومشيت خديت اون بواط ديال لي زيبينار، درت معاهم المليحه والزيت الكمون والابزار، وخليتهم يتقلاو لهيه حتى ما تبقاش النقطه ديال الماء، وعاد غادي نرجع لهم. ومن بعد ما تشحرت لي البصيله ديالي خديت الكفته. خذوا الكميه اللي بغيتو، معلقه ديال الابزار، معلقه الكمون، معلقه التحميره، معلقه الخلقوم، ومعلقه سكينجبير،
شويه ديال الزعتر وشويه ديال لي زيرب دو بروفونس كما كتعرفوا، وشويش ديال لاصوص ديال المطيشه، القزبر والمعدنوس لابد خليتهم يتشحروا كذلك بلا ما، وغادي نرجع لهم من بعد. دزت لي زيبينار، زدت فيهم لا كريم فريش، درت فيهم معلقه كبيره يعني كبيره تما 2 المعالق هكا ديال الحريره ديال لا كريم، وخليتهم حتى نشفوا من الماء كما كتشوفوا، رجعوا بحال لا بوغي فوالا. وكذلك الكفته ديالي والبصله وجدوا، ايوا درتهم هكا لي زيبينار الاولى، تبعت موراهم الكفته ورشيت شويه ديال الفخوماج. ودابا غادي نحاول انني الرولي داك البطاطا ديالي على هاد الشكل هذا كما كتشوفوا، كتجي بحال واحد الكيك، كتجي غزاله 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 والله العظيم الوليدات ما كيعيقوا بان كاين لي زيبينار فوالا. ودابا كندير لها شويه د الفخوماج وغادي نحشيها في الفران تكمل التحمار ديالها، ومشيت نعاود ندير شهيوه واحده اخرى غادي نشاركها معكم. خديت هكا الطنجال وقطعته طرونشيات اولا هكا شرائح يكونوا رقاقين شويه، ما يكونوش غلاضين وما يكونوش عاود رقاقين. غادي نقليهم كلهم هكا حتى غادي نسالي على هاد الطريقه هذه. ومن بعد غادي ناخذ شويه ديال الكفته كذلك، معلقه ديال التحميره، معلقه ديال الابزار، معلقه ديال الكمون، ومعلقه ديال الخلقوم، وشويه ديال الثومه يابسه، ومعلقه ديال الطحين فرينه، والقزبر والمعدنوس. وغادي نحربلهم هكا على هذا الشكل هذا، وغادي نخليهم على جنب. غادي ندوز نوجد لاصوص اللي غترافقهم، معلقه ديال الابزار، معلقه ديال الخرقوم، معلقه ديال الكمون، معلقه التحميره، شويه ديال القزبر والمعدنوس، معلقه ديال الثومه، شويه ديال الزعتر، ولاصوص ديال المطيشه ديال القبيصه عاديه. ها لاصوص ديالنا وجدات. ودابا غادي ندوزو نديرو الطريقه كما كتشوفوا. غادي نبقاو هكا نديرو الدنجال، نديرو فيه الكفته في الوسط ونروليوه هكاك ونديروه في اللاطه ديالنا اللي غادي تدخل للفران. هذه هي الطريقه ديالي الصراحه، كيجي غزال 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 عليها. شاركته معكم، كنتمنى انكم تجربوه. يعني كتجي داك الكفته مع ملي كنديروا فيها الطحين كتجي غزاله غزاله. وكذلك دابا غادي ناخذوا هكا لاصوص، غادي نديروها هكذا من الفوق، وغادي نمشيو نحشيوها في الفران على نار مهيله حتى طيب لنا وتشرب لنا داك الكفته لاصوص، ونرجعوا لها من بعد. وهانتوما معايا ما تنساونيش بلي لايك ديالكم والبارطاج، وكذلك الشهوه الاولى هي وجدات درنا عليها الفخوماج داب تبارك الله. وكذلك العشاق الدنجال كنتمنى انكم تجربوا هاد الوصفه. هانتوما كتشوفوا خرجتها كذلك من الفران، رافقتها هكا بشليضه البيطراف، مطيشه مايس، موتزاريلا، وشويه ديال خيزو محكوك. وكذلك كما شفتوا كتجي غزاله الشهوه الاولى بالبطاطا ولي زيبينار الوليدات والكفته. كنتمنى انكم تجربوهم، ما غاديش تندموا عليهم، كيجيو الصراحه غزالين كفكره للغدا الوليدات اولا العشاء اللي ما كيعجبوش هكا لي زيبينار كما قلت لكم. يعني حاول انه يدخل شويه ديال الخضره للوليدات بواحد الطريقه يعني اللي تكون هكا ما كتبان لهمش باش ياكلوا الخضره. وهذا الشيء ما كان هانتوما كتجي غزاله تبارك الله يعني مزيونه طبقه على طبقه. وكنتمنى انكم تجربوها وترجعوا عليا الخبر. وكذلك الشهوه ديالنا ديال الدنجال كتجي غزاله حتى هي، كنتمنى تجربوها. راكم عارفين الكفته كنبدلوا لها هكا يعني كما كنقولوا تقديم، كنديروها هكا مع الدنجال والنسمه ديال الفلفل مع لاصوص عاودوا الموتزاريلا، كتجي حتى هي مزيونه. كنتمنىكم تجربوا هاد الوصفات وترجعوا عليا، وما تنساونيش من البارطاج ومن الكومونتيرات زوينه فضلا وليس امرا، وكذلك البصيمات قبل ما تسالى الفيديو. هانتوما كتجي غزاله غزاله الكفته، خصوصا ملي كنديروا فيها داك شويه ديال الطحين ومع التوابل تبارك الله، وكذلك مع لاصوص ديال المطيشه الموتزاريلا. يعني كل حويجه كتعطي المذاق ديالها والنكهه ديالها في شكل يعني وحده كتكمل وحده. وهادشي ما كان. ودابا ما بقى لي الا نقول لكم تهلاو لي فراسكم وخليتكم فرحه الله. الى اللقاء، الى فيديو قادم ان شاء الله.